ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. والنهارده معايا فيديو جديد وروتين جديد. ما تنسيش تعمل لايك الفيديو ده، ولو اول مره تشوفيني انا ماري من قناه ماري منصور فاميلي. اشتركي في القناه واعملي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو وانا هرد عليكي. بصوا بقى كده، دخلنا على المطبخ. روتين النهارده حلو جدا وحماسي ومشجع وفيه تفاصيل كتير جدا. خلاص يعني بصوا، في اكل وفي تنظيف وروتين كده هنعمله في الحمام مع بعض، وكمان روتين في المطبخ، فحاجه جامده يعني. فتعالوا نشوف مع بعض عملنا ايه. النهارده هنعمل مكرونه بصلصه، وهنعمل قرنبيط، وهنعمل بطاطس كده مقليه بانيه، وهنعمل حاجات كتير قوي. هننضف الحمام وهنعمل حاجات كتير قوي مع بعض. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. و تعالى عايزه رايك كمان في الفيديو بتاع النهارده. خلاص دخلت كده المطبخ، حطيت ميه بس تغلي، وحطيت فيها حبه زيت وملح، والميه غلت. حطيت مكرونه، كان عندي مكرونه كده بتاعت الاطفال على شكل عربيات بقى وموتوسيكلات وطيارات وحاجات كده جميله قوي، فقلت اعمل لهم كده مكرونه افرحهم. كمان جبت كده الهاند بلندر، وقلت اعصر الطماطم علشان يعني انجز بقى، عشان هعمل اكل النهارده هنعمل كذا صنف. خلاص فهنعمل حاجات كده سهله وسريعه وفي نفس الوقت مميزه ومش مكلفه قوي. خلاص فتعالوا مع بعض كده نعمل اكل مع بعض، وشوفوا طريقتي بقى في اكل النهارده وهننضف برده زي ما قلت لكم مع بعض كده في الحمام، فهنشوف حاجات كتير ان شاء الله. خلاص انا عايزاكي تكتبي رايك كده في الكومنتات وانا هرد عليكي. بصوا بقى كده، غسلت الطماطم وهعصرها في الهاند بلندر لان الخلاط عندي بايظ، ف غسلتها كده بس وهحطها في الحله اللي جبتها الصغيره دي اللي مليتها. اقشر بطاطس وهقطعها واوريكم هعملها ازاي دلوقتي. خلاص بس انا قلت املاها ميه يعني، بما اني يعني شغلت الميه وكده يعني. خلاص هقطع كده الطماطم واحطها في الهاند بلندر وهضربها بس علشان هعمل طماطم بالصلصه، طماطم عاديه خالص بالثوم والصلصه. هعملها بطريقه حلوه هتعجبكم جدا. اي حاجه بتبقى في الحوض بصراحه بغسلها باول يعني، عشان احب الحوض يبقى نظيف عندي على طول فاضي. خلاص حط بقى الهاند بلندر كده في الفيشه واوريكم النهارده الاكله الحلوه كده وخفيفه وسهله واي حد يعملها، صدقوني لو مبتدئين في المطبخ يعملوها. ضربت الطماطم وبرده يعني ابقى مركزه قوي مع المكرونه عشان ما تعجنش مني. هو بصي لو انت حسبتي بالساعه بتاخد معاكي 10 دقايق سلق، مش اكتر من كده يعني. انت لو مش عارفه ممكن تحسبي على الموبايل او على الساعه 10 دقايق. خلاص جبت بطاطسيتين كده كبار، وهبدا ان انا اقشرهم وهقطعهم واوريهم لكم هقطعهم ازاي وهسلقهم ازاي. خلاص هنسلقها ونحمرها ونعملها بطاطس بانيه. ليه؟ علشان اضمن السوا بتاعها ان هو يستوي كويس. خلاص قشرتهم برده كده، هشطفهم بقى كده وهبدا ان انا هقطعهم بقى. بصوا بقطعهم ازاي كده دواير، بس الدايره سميكه شويه بحيث ان هي مش تبقى يعني رقيقه، لا سميكه علشان تستوي معايا ما تتهريش ولا ما انا مش عايزاها بطاطس مهروسه، فاهمني. واحطها في ميه واخليها تغلي، ميه وملح بس. خلاص ميه وملح بس واخليها تغلي، وكل شويه يعني اشوفها استوت ولا لا علشان ما اسيبهاش ان هي تتسلق. مش عايزاها يعني بصوا السلقه بتاعتها مش مستويه قوي لاني انا هحمرها فهتستوي تاني في التحمير، فاهمني. بس فالتكايه دي تخلي بالك منها. كمان عندي قرنبيط متفرز عفوا، عندي قرنبيط متفرز في الفريزر، مش محتاج يتسلك والكلام ده، فانا سلقاه وجاهز ومقطعاه وكل حاجه. متهيألي يعني انا عملت الفيديو ده معاكم. خلاص لو انت عايزه تعرفي الطريقه، انت بتسلقيه في ميه وملح عادي وشويه كمون وخلاص، بتسويه ومش قوي يعني برضو القرنبيط، وتشيليه في الفريزر. فانا طلعت على قد الكميه اللي احنا يعني هنعمل غدا بيها. خلاص المكرونه كانت استوت، طلعتها بقى وبردتها بميه ساعه من التلاجة. هجيب قطعه توم كده واحطها في الحله، وحطيت حبه زيت علشان اعمل التسبيكه بتاعه المكرونه. خلاص كل شويه هنا بغير الميه القرنبيط عشان يفك بصراحه، وبيفك بسرعه جدا، مش محتاجه ان انت تخرجيه وتسيبيه من نعم يا مارو. بس فانا نعم بعتذر منكم، مارو كان بينادي على مش لاقيني في الشقه. بس جبت هنا طلعت بوله كده صغيره وبدات ان انا هعمل الخلطه بتاعه القرنبيط. هي نفس الخلطه اللي هعملها للبطاطس، تركزوا معايا في الحته دي.
ثواني يا مارسين بعد اذنك. بصي انا جبت التوم، بس طبعا هو كان متجمد شويه زي ما قلت لكم، حد من الولاد ساب الفريزر كده مفتوح فعمل بلورات تلج يعني. المهم فككتها كده بالسكينه، حطيت توم واحط دقيق، احط دقيق الاول، خدي بالك من التكايه دي، واحط كمون وكزبره. خلاص ما احطش ميه الاول عشان ما ازود ميه براحتي، فاهمني؟ بس مش اكتر. احط كمان بصل بودر، حابه تحطي مش حابه براحتك خالص. خلاص بص ناسيه حاجه، ناسيه ايه؟ حطيت ميه بس ناسيه ملح على فكره. هجيب بقى شوكه كده واقلبهم. هزود بقى الدقيق علشان انا عايزه اعمل الخلطه دي للبطاطس اللي انا هسلقها دي، واعمل نفس الخلطه برضو للقرنبيط، فاهمني؟ بس هقلبها كده واخليها مش خفيفه، لا تقيله شويه، بس مش تقيله قوي عجينه، لا خفيفه بحيث ان هي تبقى ماسكه معايا شويه. فانا حبيت اكتر الكميه علشان اعمل للقرنبيط واعمل تاني للبطاطس اللي هي بتتسلق على النار دي، فقلت اعمل لها يعني مره واحده. بس للاسف اللي انا عملتهم مش هيكفوا غير للقرنبيط بس. حطيت بقى ملحيه، ده اللي كنت ناسيه الملح. هقلبهم كده كويس. بص القوام بتاعها عامل ازاي، اتقل من الطحينه ها بكتير يعني. بدوق الملح كده من على المعلقه، لقيت الملح بتاعها مظبوط. بص بقى القرنبيط كان فكي معايا، باكد عليه تاني. خلاص بقى 100 100. اطلع بقى طاسه الزيت وابدا ان انا اشتغل يعني. طبعا المكرونه كده الصلصه هي اللي بتتسبك، انا عملت الصلصه بتاعه المكرونه، حمرت التوم ونزلت بالصلصه، فانا حطيت كده اخر ازاز زيت عندنا. يلا الحمد لله نجيب غيرها. خلاص بقى خلصت كده القرنبيط. بصوا هعمل ايه، حطيت الزيت على النار وجبت ايه القرنبيط، بنزله كده في الخلطه اللي انا عملتها. ما بحطش اي بهارات غير كمون وكزبره وملح، وقولوا معايا تاني ايه، توم، لا بصل بودر وتوم، توم فريش. خلاص بقلبهم كده وهننزل بيهم في الطاسه. بجد الطريقه دي حلوه وخفيفه وحلوه جدا بصراحه. انا شفت يعني كذا طريقه ان هي بتتعمل ببقسماط مطحون، ما حبيتهاش خالص. هي الطريقه دي بتاعت مامتي، فبصراحه بتعجبني جدا واحلى طريقه يعني جربتها في حياتي. خلاص هنا الصلصه بقى اتسبكت، فانا هسيبها كده، مش هحطها مش هحط المكرونه عليها يعني، علشان لما اجي اغرف الاكل اسخن الصلصه وانزل بالمكرونه، فتبقى المكرونه لسه سخنه وما تعجنش مني. بس فخلاص بقى حطيت بقى القرنبيط. هما بصراحه جم معايا حطيتين. بص البطاطس اتسلقت ازاي، نازله سليمه، مش مكسره ولا اي حاجه. هنا بقى بشطفها بميه ليه، علشان البخار بيسويها زياده، فانتي لو متاكده من السوا بتاعتها ومش هتكسر معاكي تروحي منزله عليها بميه ساقعه كده من الحنفيه عادي خالص، وخلاص بقى هي تبرد معاكي ومش هتستوي زياده عن سواها اللي انتي سويتهولها. خلاص انا خلصت القرنبيط كده، عملت نفس العجينه اللي انا عملتها مع كل قرنبيط عملتها تاني للبطاطس، لان زي ما قلت لكم ما كفتش. وبحط البطاطس في العجينه واقلبها بالراحه عشان ما تتكسرش مني. خلاص وانا مسوياها السوا يعني اللي هي فاضله لها تكه وتستوي، فاهميني؟ فهتستوي في التحمير بقى. خلاص هتطلع طعمها تحفه. ويعني انت لو هتشتريها تشتري بقى حبه صغيرين وبقد كده، لا انت هتعملي بطاطسيتين هتعملي طبق كبير جدا، هترمي معاكي بركه كتيره بطريقه حلوه قوي، وطعمها حلو وخفيفه، فاهماني؟ بس ما تحطلهاش بهارات كتير عشان تحسي بطعم الاكل. انا بحبها كده، البهارات اللي انت تعجبك واللي انت بتحبيها استعمليها، فاهماني؟ ما تقيديش نفسك بحاجه يعني. خلاص اخلص بقى كميه البطاطس دي، هوريكم بقى المكرونه والبطاطس، وهعمل كمان حبه سلطه وكده. بس بصراحه وانا واقفه بحب ان انا اي مواعين تطلع معايا اغسلها كده باول باول، يعني انتوا تلاحظوا كذا حاجه ان انا استخدمتها غسلتها، فاهماني؟ حتى الحله اللي سلقت فيها. بس بصراحه بقص معاكم في الفيديو عشان ما اطولش عليكم وابقى رخمه يعني. بس خلاص هنا بقى طلعت على منديل مطبخ وبدات انقل من الطبق ده لطبق تاني علشان ما يبقاش فيه زيوت ودهون. خلاص هو امتص الدهون، وانا حطيته في الباسكت وجبت منديل غيره علشان لما اعمل البطاطس يطلع عليها على منديل نضيف فيبقى ممتص الزيوت بتاعتها. خلاص بقى احمر بقى البطاطس كلها وارجع لكم. بص بقى انا خلصت هنا وقلت ان انا وانا بقلي البطاطس بقى هعمل شويه سلطه. قطعت بصل وطماطم وعندي خيار، فقلت اعمل سلطه كده خفيفه اعملها بقى بما اني يعني الكمون والكزبره يعني ملك السفره النهارده، فهعمل سلطه بالكمون والكزبره والليمون بس، فاهمني؟ وملح وخلاص بقى، تبقى سلطه خضره كده خفيفه يعني.
خلصت. بص خلصت البطاطس، هجيب الصينيه كده واحط البطاطس. بص القرنبيط طلع لونه حلو جدا وطري من جوه ومقرمش من بره، والله طعمه حلو جدا، والبطاطس طعمها تحفه بجد والله. العيال ما شاء الله يعني حبوها جدا وعايزين يعني. انت لو عايزه تعملي من نفس البطاطس دي تعمليها في الفطار هتبقى حلوه قوي. هنا عملت ايه بقى؟ بصوا بقى التكه دي في المكرونه. بسخن الصلصه الاول وبعد كده انزل في المكرونه عند الغرف، فهمتوني؟ عند الغرف بس. يعني طبعا انا كنت غاسله المواعين والكلام ده فرصتهم، فعشان كده عاليين كده في وش الكاميرا يعني. خلاص بقى بص النار شغاله تحت الحله وانا هغرف. كمان جبت العيش كان جاي طازه سخن يعني. بصراحه اكله تحفه كده اكله النهارده خفيفه وما فيهاش تفاصيل كتير وسهله قوي، ممكن تعمليها وانت واقفه في المطبخ، مش محتاجه منك اي حاجه يعني، فاهماني؟ مش محتاجه اي وقت ولا اي مجهود. فانا عارفه ان اكله النهارده سهله كده وخفيفه، بس انا حبيت انزل لكم الفيديو بتاع النهارده، ده كان يومي النهارده فحبيت انزله لكم يعني. بصوا بقى الاكل يفتح النفس. تعالوا اتفضلوا معانا بجد والله. لو طلع اعمل لكم اي حاجه اوديها لكم، ده انا عينيا ليكم. بصوا انا الاكل كنت بوريكم شكل الصينيه، وكمان جبت زيتون مخلل وعملنا سلطه ومكرونه صلصه واكله حلوه جدا وقرنبيط بقى وبطاطس، اكله يعني. خلاص هطلع كده المحالق ونروح بقى نتغدى. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا غسلت المواعين كده مع نفسي بعد ما خلصت وشربت الشاي وروقت دماغي وقلت تعالى بقى ندخل على المطبخ. خلاص على الحمام اقصد، ما احنا كنا في المطبخ، هي حكايه ولا ايه؟ دخلت على الحمام. فاكرين المسحه دي انا كنت ماسحه بيها وسبتها هنا بسيبها تنشف كده، وبعد كده اعدلها واحطها في اي حمام من الحمامات يعني والكلام ده. خلاص هنا جبت بقى السلكه بتاعت الشلستين دي وجبت الصابون وبدات ان انا اشيل الشاور والشامبو والحاجات اللي على البانيو، علشان عايزه انضف الحمام ده تنظيفه حلوه كده، علشان انا نضفت الاوضه وروقتها معاكم في الفيديو اللي فات، فيعني ما عملتش الحمام فقلت لازم اعمل الحمام ده واروقه كويس. خلاص فبقى ايه، بص شغلت الحنفيه اللي في البانيو. هنا كنت بقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا اكتر يعني. خلاص شلت الفوطه كمان متوسخه عايزه اغيرها، وهعمل كده ترويقه في الحمام يعني ان انا انضفه. مسكت الاسبونشه بقى وبدات ان انا اغسل الحمام كده، اغسل البانيو بقى واروق عليه، افوقه كمان بما اني يعني فوقت الاوضه. طبعا انا بشكركم جدا من كل قلبي بجد، انا مبسوطه قوي ان الاوضه عجبتكم. الالوان بصراحه كلكم شكرتوا فيها، عجبتكم جدا، ذوقي عجبكم الحمد لله. كنت خايفه قوي ومن الحته دي ما تعجبكوش، وفي نفس الوقت انا عايزه حاجه تطلع شكلها حلو والكلام ده. بس في ناس كتير قوي كتبت لي في الكومنتات اعملي الستاره اللي في اوضه النوم واخده ظهر السرير كله. معلش اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. خلاص فانا مش عارفه اعملها على الشباك بس ولا على الحيطه كلها ولا اعمل ايه. فانا عامه انا مش هعمل الستاره دلوقتي، انا لسه ما فتحتش في الحيطه وما عملتش يعني الحامل بتاع المواسير بتاع الستاره، ما عملتلهاش الحامل لسه. انا عندي الحامل ده بس لسه ما جبتش المواسير بتاعتها. فانا دلوقتي حيرتوني، انا كنت اعملها على قد الشباك بصراحه صغيره، فلما لقيتكم تقولوا لي لا اعملي في ظهر السرير كله، فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. فانا عايزه رايكم يعني عايزه تشوفوا وتقولوا لي برضه رايكم تاني، لان في كذا كومنت جاني لا انت اعملي الستاره في ظهر السرير كله يعني. فانا مش عارفه بصراحه، فقولوا لي ايه رايكم كمان تاني وهستنى برضو كومنتاتكم. وفي نفس الوقت انا مش هعملها دلوقتي غير لما يعني ايه كذا حد يعني يقول لي رايه، فانا ابدا ان انا اعملها. خلاص بس خلاص خلصت كده البانيو وشطفته ومسكت القعده بقى غسلتها كده من بره، وكمان هجيب هربك كده واحطه في قلب القعده واسيبها شويه وبعد كده ابدا ان انا اغسلها بالفرشه. خلاص غسلت القعده كلها من بره، هجيب الفرشه من الحمام التاني. هو الحمام ده ما بين ده هو يدوب الحيطه، فرق الحيطه لان الاتنين جنب بعض على طول. خلاص هي الشقه دي اصلا كان فيها 3 حمامات مش واحد بس، انا لغيت واحد كان في الريسبشن بس كان في مكان رخم يعني اللي هو ايه في الريسبشن وانت داخله الروف كده، فكان ما هيضيق لي قوي الريسبشن وهيبقى رخم كده الحمام في نص الريسبشن ملوش اي 30 لازمه. فقلت لا خلاص بقى خلي الريسبشن حته واحده وخلينا الحمامين دول ايه هم كانوا كده، فخليهم ايه ده خاص باوضه النوم والتاني بالشقه كلها يعني.
خلاص. هنا بقى ايه، نضفت الحمام وغسلت القعده زي ما قلت لكم وظبطتها. هنا بقى جيت على المرايه وعلى البتاع ده هغسله. نعم جرين جاي يسالني يقول لي جرين يعني ايه. بس مسكت كمان المرايه. خلينا في الفيديو بتاعنا النهارده. مسكت بقى المرايه دي وبدات ان انا اغسلها كده علشان الدنيا تنضف معايا تبقى متروقه. امي كده تشجعي وتحمسي. اهو بعمل لك بصوا فيديوهات مشجعه جدا، وانا عارفه الناس مبسوطه مني الفتره دي من الفيديوهات دي، لان الناس عجبتها قوي الفيديوهات. فانا مبسوطه اصلا ان الفيديوهات بتعجبكم وبتحمسكم وبتشجعكم. فبجد وفي ناس كتير قوي بتكتب لي كومنتات كل فيديو انا ببقى عارفاها، وزي ما انت بتحبيني انا اكيد بحبك، لاني كومنتاتكم نفسها بجد بتفرح. يعني الفيديو اللي فات ده عليه كومنتات حلوه قوي، فكنت مبسوطه جدا وبجد شجعتوني. ولو انا كسلانه بجد انتوا بتشجعوني تخلوني اقوم اصور لكم وكده. ولو انا في يوم في مثلا حاجه حصلت او انا مثلا مش قادره اقوم اصور او ايا كان، يعني ازازتين بريل ليه؟ يعني ايه اللي جايبهم هنا؟ يعني ببص الاقي ازازه تانية. فبجد بلاقي ناس كتبت لي على الفيديو، اخر فيديو، انت ليه ما نزلتيش النهارده؟ والله العظيم يعني انا بقرا على فكره كل الكومنتات اللي بتكتب لي وبرد عليها. فبجد بقول يا ريتني كنت قمت صورت، وانا ايه اللي يعني كده، واقعد اقول لا 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 انا بكره لازم اصور فيديو، مش عايزه حد يزعل مني. فعايزه زي ما هم بيحبوني انا كمان بحبهم، هم بيشجعوني، انا بقى مش عايزه كده يعني، وانسى كل اللي انا كنت فيه وارجع ان انا اصور تاني وكاني ما فيش اي حاجه. الحمد لله. وبصور لكم والله العظيم بصوا بتحمس لا لازم زي ما هما بيشجعوني ويسالوني، لكم حق عليا انتوا تسالوني فين فيديو النهارده. انا كمان ليا حق ان انا انزل لكم كل يوم، عشان انا وعدت نفسي ووعدتكم ان انا هنزل لكم كل يوم. بس صدقوني والله العظيم بيبقى مثلا في ظروف، في حاجه، في طفل تعبان بيبقى مدوخك، في ايا كان بيبقى عندي ظرف فما بقدرش بصراحه انزل فيه، فتعذروني بقى. عشان زي كل بيت بيبقى فيه مشاكله، في كل بيت في حد تعبان، في بيت في ظروف، كلنا زي بعض، بس من بيت لبيت بتختلف، او من فاهمين، كلنا عندنا مشاكلنا وكلنا عندنا ظروف. فربنا يعني هقول مش عارفه اقول بجد والله العظيم مش عارفه اتكلم اصلا. فبجد اعذروني. انا عارفه ان انتوا نفسكم انزلكم، انا نفسي ساعات بتشجعوني عايزه انزل في اليوم فيديوهين والله العظيم، بس بصراحه ما بقدرش ان انا انزل فيديوهين، فكفايه فيديو واحد لحد دلوقتي. فعايزه اشجع منكم حلوه كمان، وعايزه كده القناه تكبر بيكم ان شاء الله وليكم. فنفسي القناه تكبر كمان شويه، اللي هي تحمسني اكتر وتشجعني اكتر ما انتم مشجعيني. فانا عايزه بقى تشيروا لي الفيديوهات بتاعتي، تشجعوني، تبعتوها لاصحابكم لقرايبكم، اي حاجه كده. فانا عايزه بقى تشجيع منكم جامده بقى حلوه يعني. خلاص، فانا بعتمد على ربنا وعليكم، فانا واثقه فيكم طبعا، بس ان انتوا هتكبروني وهتبقى احلى قناه في الدنيا ان شاء الله، وعندي امل في ربنا كبير. خلاص، قوموا تشجعوا كده، اعملوا كل اللي وراكم، حمسوني وحمسوا نفسكم. صدقيني لما تعملي حاجه حتى لو تعبانه اعملي واحده واحده هتلاقي نفسك اتشجعتي. كمان لو انت موظفه ولا اي حاجه اعملي حاجتك واحده واحده، ما تعبش نفسك، ما تهلكيش روحك صحتك بالدنيا. فانت اعملي على قد ما انت هتقدري، صدقيني هتلاقي البيت نظيف وزي الفل. فتشجعي كده وقومي وتحمسي، ما تكسليش والكلام ده. خلاص مسكت وخلاص، الصيف دخل علينا وبقى زي الفل والحمد لله، يعني الجو حلو وزي الفل. خلاص هنا خلصت الحمام ومسحت الميه كمان بالمساحه. لو في حاجه بسيطه كده ورا الباب بدات اشطفها تاني وامسح الميه تاني، وكده الاوضه عندي الحمد لله مترتبه وزي الفل زي ما انتوا شفتوها في الفيديو اللي فات. وكمان الحمام كده خلص وبقى نضيف وزي الفل الحمد لله. هفرشه معاكم دلوقتي، وعايزه رايكم كمان في سجاده هحطها كده على باب الحمام، فعايزه رايكم اشيلها ولا اخليها ولا الكلام ده. خلاص، عايزه رايكم في الحته دي ضروري. وانا عارفه ان انا طولت عليكم وعماله اتكلم، عماله ارغي. بس انا عارفه في ناس بتحبني وبتحب الرغي. بصوا هنا خلاص الارض كانت نشفت، جبت السجاده طبعا ده انا غسلاه ونشف، غسلها معاكم كمان فيديو من الفيديوهات. بصوا الاوضه دي اللي انا فرشتها معاكم، بصوا السجاده دي حطيتها كده قدام باب الحمام، فانا عايزه ايه رايكم، اخليها ولا اشيلها؟ بالنسبه للرخام ده اللي ورا الباب انا بحطه عشان الباب ما يجريش يقفل من الهواء او الكلام ده،
فاهميني؟ والرخامه دي برضو حطاها كده مؤقتا بس عشان الباب ما يقفلش. فعايزه رايكم في الفيديو بتاع النهارده، وعايزه تشجيع منكم حلوه، وعايزه كومنتات حلوه ولايكات كتير قوي. عايزاك تشيري الفيديو ده. عملت كمان على الفيسبوك صفحه على الفيسبوك، عايزاك تخش تتفرج عليها، ويا رب تعجبكم. يا رب الفيديو النهارده يكون حماسي ومشجع وحلو قوي. اشوفكم في فيديو جديد بصحه وسلامه وبخير. يلا باي باي يا حلوين، باي.